تعال بقى نخش في الحلقة ونرجع لسنة 1968 بعد نكسة 67 بسنة. بنشوف فيها يحيى داخل صالة البلياردو والفراش بيوقفه ويقول له اتأخرت ليه، ولكن يحيى ساعتها بيرد عليه رد مهم قوي وبيقول له اتأخرت ليه يا أستاذ يحيى؟ ايه السكه واقفه والطلبه عامله مظاهرات في حاجه؟ طبعا يحيى بعد كده بيقابل عمر زي ما انت شفت في اول الحلقة، وبعدين بتسمع شكوى يحيى من حياته الهادية واللي الملل مسيطر عليها وان الوحدة مسيطرة عليه طول الوقت، لحد ما بيشوف خبر موت لواء اشتغل معاه زمان في الخدمة. الغريب في خبر وفاة اللواء ده هو مشهد جنازة اللواء نفسه، جنازة عسكرية، وباين قد ايه الراجل ده كان راجل مهم جدا. الجنازة دي ما بتتعملش غير الناس المهمين قوي في البلد، وعشان خاطر كده بيحضر الجنازة دي كبار البلد، ويحيى طبعا بيحضرها. طب ليه لواء مجهول الهوية عننا احنا كمتفرجين والمخرج ذات نفسه ما ذكرش تأثيره على شخصية البطل يعرض لنا مشهد جنازته بالشكل ده؟ في الحالة دي احنا لازم نفهم ان هو عاوز يرمز للجنازة العسكرية دي بشيء دايما بيظهر قدامنا، شيء دايما بيظهر لنا بصورة الرمز، لكن احنا عمرنا ما عرفناه ولا عمرنا شفناه اصلا، لكن هو رمز بالنسبة لنا، ودايما اي حد رمز بيتعمل له الجنازة دي حتى لو احنا ما نعرفوش. لكن بعد ما الرمز ده بيموت او النظام ده بيموت بيجي نظام اخر ويكلف يحيى بمهمة خطيرة جدا، مهمة مدتها بتنتهي مع موت صاحبها، والمطلوب طول فترة حياة صاحبها انه يغوص في اسفل درجات العالم السفلي، ما يكونش بيمثل الفساد، لا ده يكون الفساد ذاته. الاسم الحركي اللي يحيى هيخاطب بيه الجهات الامنية هو آدم، ومجرد ما بتسمع اسم آدم ده يا شقيق بتشوف أحمد زكي وهو بيقطم التفاحة، وبتسمع صوت رعد وضباب كبير، كأن يحيى ارتكب ذنب كبير قوي هو مش عارف مدى خطورته.